الجو حر والواحد بيبقى مش طايق بقى نفسه وعايز حاجة ترطب عليه كده. فأنا حبيت بقى أرطب عليا وعلى ولادي، وإن أنا أعمل حاجة كده بالجيلي. أنا من عشاق الجيلي، أنا طفلة في نفسي، يعني بحب الجيلي قوي قوي. يعني لو قدمتي جيلي أو أي حاجة تانية من حلويات الشرقية هاكل الجيلي. فأنا بقى قلت ما أعمل شوية حاجات كده وحبشتكنات عشان لو جاني حتى ضيوف ببقى بقدم له كل حاجة هو آه بيحبها، ما بابقاش بالزم حد بطعم معين، حاجة كده فوق الخيال. يعني كده زي ما بيقولوا جلجلت الجيلي فجلجلني. يلا صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم، وتدخلوا الصفحة وتقيموا المحتوى. لو عجبك أي فيديو اعملي لي لايك. أول حاجة بتجيبي أي نوع جيلي أنت بتحبيه. تمام، أنا هنا جبت 3 أطعمة من الجيلي لأني هعمل بيهم حاجة كده كلها فرايحي كده وألوان وحبشتكنات كده. فجبت الفراولة والمانجا والتفاح الأخضر، حطيتهم في كل واحد في بولة، وكل بولة هحط عليها كوباية مية سخنة. يعني باكل جيلي كوباية مية سخنة زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اقلبه. لازم الميه تكون سخنه قوي، وبعدين هقلبه عشان اتاكد ان الجيلي والسكر داب معانا. تمام كده. بخلص الكميه بتاعتي بقى، بس انا حبيت ازود سكر. يعني حطيت معلقه من السكر لكل باكو من الجيلي عشان يبقى يعني السكر بتاعه حلو. تمام، هقلبه لحد لما يدوب معايا وهركنه على جنب يهدى شويه. وهبتدي بقى في الاثناء ديت هعمل بقى ايه، هجيب الكريمه بتاعتي وهديكي حلول تعملي بيها لو انت مش عايزه تعملي بالكريم. يعني هتجيب بقى البوله بتاعتك او البتاع، وهحط هنا هو نص كوبايه من الكريم شانتيه، عليها معلقه من اللبن البودره، معلقه وعليها كوبايه من الحليب الساقع او اللبن الساقع او الميه الساقعه. وهضربه لحد لما يبقى كريم، مش عايزاه يبقى تقيل قوي بس ايه عشان هدوبه مع الجيلي. تمام كده هوت. وهبتدي بقى اخد ايه جزء من الخليط الكريمه ده احطه مع الجيلي، اقسم الكميه دي على الثلاث اصناف من الجيلي. طب ايه البدايل يا ام ملك؟ البديل ممكن تحطي علبه زبادي عليها معلقتين كريم شانتيه وتقلبيهم مع بعض وتروحي حطاه على الجيلي. يعني انت اللي مش عايزه تعملي كريم شانتيه الكميه ديت مثلا، اعملي علبه كل نوع من الجيلي علبه زبادي ومعلقتين من كريم شانتيه وقلبيهم مع بعض وحطيهم مع الجيلي المفضل بتاعك. انا هنا كان الجيلي لسه دافي يعني سخن، فداب عادي جدا ما فيش اي مشكله. هقلبه وهبتدي اجيب بقى الكوبايات الكاسات اي حاجه عندي كده، وهبتدي ان انا اميلها بميل. يعني زي ما انتم شايفين كده بميلها كده واصب الخليط بميل. تمام، واظبطها في اي حاجه بقى، علبه لانش بوكس اي حاجه، المهم ان انا اظبطها تبقى مايله كده. واصب كل نوع من الجيلي وما املهوش على الاخر، انا بحط بميل عشان تبقى مدي زاويه. وبعد كده ابتدي ان انا اسيبه لما يهدى ويبرد وادخله التلاجة يمسك معانا، عشان خاطر هنعمل بقى خطوة حلوة قوي بعديها، هتنقله في حتة تانية خالص. تمام، وهتنقل الشكل وهتنقل الطعم في حتة تانية خالص. تمام كده هوت. هخلص بقى هنا خلاص هوت دخلنا وهدخله التلاجة. هنعمل بقى ال الجزء التاني او النص التاني، كل بولة عليها كوباية من المية الساخنة. وهجيب نفس انواع الجيلي اللي انا عملت بيها اللي هو الفراولة والمانجا والتفاح الاخضر، هفضيه في البولة اللي فيها مية سخنة. وبعد كده هبتدي ان انا ادوبهم، ونزود طبعا معلقه من السكر زي ما انتم شايفين كده زي ما عملنا في الخطوه الاولانيه. وبعد كده هدوبه. وفي الاثناء ديت طبعا العلبه بيبقى مكتوب عليها كوبايه من الميه السخنه عليها كوبايه من الميه الساقعه. انا مش هعمل كده، انا هحط كوبايه من الميه السخنه او السخنه، هحط عليها نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، عشان انا عايزه القوام ماسك نفسه وتقيل شويه. ممكن انت تعمليه كوبايه لكوبايه عادي جدا، بس انا حبيت ان انا اعمل كده عشان هنحط حاجه لازم تمسك معانا. فحطيت نص كوبايه من الميه البارده زي ما انتم شايفين او الساقعه، وتكون متلجه، وقلبت كويس جدا. وفي الاثناء ديت كان الجيلي بتاعي اللي في التلاجة مسك نفسه، فابتديت جبته كده فده الشكل الحلو دوت. هنا قطعت بقى واحدة من المانجا، وعندي تفاح قطعته. ولو عندك عنب حطي، عندك فراولة حطي، بس هو مفيش موسم فراولة دلوقتي الصراحة يعني. فحطيت عنب وتفاح اللي كان
تفاح ومانجا اللي موجودة عندي، قطعتها كده مربعات وحطيتها. لو عندك عنب ممكن تحطي عنب أخضر، عنب أصفر، أو العنب الأحمر عادي جدا، بس أنا ما كانش موجود المتاح عندك حطيه، يعني ما بلزمكيش تشتري مخصوص عشان تعملي الحاجة الموجودة، والفاكهة اللي عندك موجودة ممكن تعملي عادي جدا وتحطي. تمام كده اهوت. وهبتدي بقى أعدل الكوباية عادي جدا لأن الجيلي مسك نفسه، وهصب باقي الخليط بعد ما أحط الفاكهة زي ما انتم شايفين كده. بيبقى اديت لعيالي حاجة مغذية. الجيلي ده فيه مادة الجيلاتين، دي حلوة للعظام، عظم الإنسان حتى ما بعد ال40، الأطفال. في كولاجين للوش وللشعر، حاجة حلوة قوي، مليان فوائد. يعني الجيلي ده مليان فوائد، والسعرات بتاعته قليلة، يعني مش زي مثلا لما تعملي كنافة ولا بسبوسة ولا حاجة زي كده سعراتها بتبقى عالية، ده سعراتها قليلة. فأنا هنا هو بقى صبيت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده وحطيته عليه، وهبتدي ادخله التلاجة لحد لما يمسك معايا. وباقي الخليط اللي فاض مني حطيته في كوبايات، حطيته فوق بعض، ادى كده منظر وشكل حلو قوي، وما بياخدش معانا وقت خالص. وحطيت الفاكهة المحببة لينا والموجودة عندك في البيت. طلع معايا القمر دوت، قمر بذات نفسه، يعني حاجة حلوة وفخمة في نفسها وشكلها شيك وتنفع تقدميها لضيوفك. عايزة اقولك يعني حاجة كده لذاذة في اللذاذة، بس انا الموبايل بتاعي بعافية شوية، فهو لونه في الحقيقة والشكل تحفة تحفة تحفة، بيديكي كده يعني بصي خليط كده بين الجيلي والجيلي بالكريمة، وده اللي فاض مني فحطيته في كوبايات وبولات، وحطيت طبقات فوق بعض، وحطيت الفاكهة فوق منه. حاجة كده حلوة قوي ولذيذة جدا جدا جدا، وطعمة طعامة مش قادرة اوصف لكم، حاجة ترطب في الحر اللي احنا فيه دوت. حاجة حلوة ما خدتش وقت ولا مجهود، وبتتاكل بمنتهى اللذاذة كده. يعني حاجة حلوة قوي قوي، انا من عشاق الجيلي، فاعملوها وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا اتفرج على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وتقولي لي بتتابعوني من انهي بلد، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.